انتوا عارفين يا جماعة، قبل ما اعمل سلسلة افشل افلام في شباك التذاكر كنت بقعد مع اصحابي على القهوة ادعي ان انا اتفرجت على 80 او 90% من الافلام المصرية اللي اتعملت. بعد ما عملت السلسلة دي اكتشفت ان في 100 فيلم اصلا نزل في خلال 8 سنين، اخر 8 سنين او 10 سنين ما سمعتش عنهم حاجة اصلا. مش حكاية ان انا ما اتفرجتش عليهم، ما سمعتش عنهم حاجة، حتى ما شفتلهمش برومو. والنهارده معانا 10 افلام جداد، وهنتكلم برضو على حالة المنتجين بتاعتهم. ولو ما شفتش فيديو غسيل الافلام اللي احنا لسه منزلينه هتلاقيه في الاي اللي ظهرت لك فوق. والفيلم اللي في المركز العاشر معانا النهارده هو فيلم فارس، والفيلم ده نزل سنة 2022، والفيلم بطولة احمد زاهر. وطالما احمد زاهر يبقى اكيد هيجيب بنته ملك زاهر او ليلى زاهر وايمان العاصي وحسين فهمي واحمد صفوت. واحمد زاهر الافلام بتاعته البطولة غالبا ما بتجيبش ايرادات، والفيلم ده جاب 740 الف جنيه. والفيلم ده من انتاج ايمن يوسف، والمنتج ده كان الراعي الرسمي اصلا بتاع الجزء اللي فات، عمل كميه افلام ما جابتش ايرادات حدث ولا حرج. هو الفيلم ده اصلا جاي الجزء ده معانا بالغلط. والمنتج ده هو اللي انتج لاحمد زاهر برضه فيلم زنزانه 7. والفيلم اللي في المركز التاسع معانا هو فيلم اسمه بنقدر ظروفك، نزل سنه 2024، وده بطولة أحمد الفيشاوي ومحمود حافظ ومحمد محمود وإبرام سمير. والفيلم ده جاب إيرادات تقريبا 700 ألف جنيه. وأفلام أحمد الفيشاوي تقريبا كلها، شيل ولاد رزق على جنب، كلها ما جابتش أي إيرادات خالص. والفيلم من إنتاج وتأليف سمير النيل، وده ما أنتجش حاجة تانية بعد كده، هو تقريبا الفيلم ده خلص عليه. والفيلم اللي في المركز الثامن معانا هو فيلم سامح حسين اللي هو رجل الأخضر، وده نزل سنة 2018، وده كان بطولة سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وأحمد حلاوة وسليمان عيد ولطفي لبيب. والفيلم ده جاب ايرادات 510 الف جنيه تقريبا، مع ان الفيلم ده مذكور على موقع السينما دوت كوم ان هو ميزانيه الفيلم 7 مليون جنيه. وده نادر جدا ان منتج يقول لك ميزانيه او تكلفه الفيلم تكلف كام. كل المنتجين من زمان لحد دلوقتي محدش بيقول الافلام بتاعته بتتكلف كام. ممكن الايرادات كده كده بتتعلن، لكن التكلفه نفسها يقول لك لا عشان الضرايب، ويقعدوا يهزروا. مع ان بره وفي كل الدول وفي السعوديه دلوقتي بقى اي عمل بيتعمل فيلم او مسرحيه او مسلسل بيقول لك التكلفه بتاعته كام. فانت متخيل الفيلم ده اتصرف عليه 7 مليون جنيه وجاب ايرادات نص مليون جنيه متقسمه على المنتج والموزع. يعني تقريبا المنتج في الفيلم ده خسران 6 مليون ونص لحد لما ابتدى يبيع الفيلم ده لقنوات في التلفزيون. وفي 3 منتجين كانوا شغالين على فيلم سامح حسين ده، محمد الاباصيري وسلمى الشرقاوي وشركه فريده. الثلاثه تقريبا الفيلم جاب اجلهم، محدش انتج بعد كده تاني، هي كانت اول واخر مره. والفيلم اللي في المركز السابع معانا هو فيلم الكهف، وده نزل سنة 2018، وده غير فيلم أهل الكهف اللي نزل بتاع خالد النبوي قريب. والفيلم ده من بطولة محمد عبد المغني وماجد المصري ومي سليم وعايدة رياض. والفيلم جاب ايرادات 450 الف جنيه تقريبا. والمنتج بتاع الفيلم ده هو ابراهيم اسحاق، وعمل قبل كده شارك في فيلم الخليه، وعمل قبل الخليه اللي اختشوا ماتوا بتاع غادة عبد الرازق وصابر جوجل اللي بتاع محمد رجب. وفيلم يا تهدي يا تعدي ده تقريبا كان فيلم بتاع ايتن عامر. والفيلم اللي في المركز السادس معانا هو فيلم دولارات دولارات، وده نزل سنه 2023، وده كان بطوله صلاح عبد الله وهالة فاخر ومحمود حافظ وابرام سمير. في اسماء كده بتاعت فنانين لما بتلاقيهم بتعرف ان الفيلم ده او ان هم محطوطين في فيلم فاشل. والفيلم ده جايب 340 الف جنيه تقريبا. ومنتج الفيلم ده هو اسمه مدحت سعد، ده كان ممثل صغير قبل كده، بعد كده انتج وما انتجش غير فيلم واحد غير ده، كان الدنيا مقلوبه بتاع باسم سمره وعلا غانم، والفيلم جاب 800 الف جنيه. هو تقريبا بعد فيلم باسم سمره وعلا غانم لما فشل قعد 8 سنين يحوش لحد لما عمل فيلم دولارات دولارات وسقط تاني. وقبل ما نخش على الفيلم اللي في المركز الخامس، لو انت ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك في القناه عشان عايزين نوصل ل 10000 مشترك في اقرب وقت. والفيلم اللي في المركز الخامس معانا هو فيلم الباب يفوت امل، وده نزل سنه 2016، وده كان من بطوله شريف سلامه ودره وخالد عليش وياسر الطبجي وعمر محمد نور ابن محمد نور المطرب بتاع واما. والفيلم ده جايب 300 الف جنيه. والفيلم ده من انتاج 3 اشخاص برضو زي الفيلم بتاع سامح حسين، هو انتاج شركه شادوز وايهاب السرجاني، ومكتوب على الموقع ان هو من انتاج احمد حلمي الممثل. والثلاثه دول شاركوا في انتاج اعمال كتير اغلبهم بتاعت احمد حلمي زي صنع في مصر وعلى جثتي وفيلم اكس لارج برضه. فيعتبر الشركه والمنتج ده هم الوحيدين في الفيديو اللي انتجوا افلام نجحت شويه. والفيلم اللي في المركز الرابع معانا هو فيلم خارج الخدمه، والفيلم ده هو اقدم فيلم يعتبر معانا في الفيديو ده، هو نزل سنه 2015، وده برضه كان من بطوله احمد الفيشاوي وشيرين رضا. واتفرجت برضه على الفيلم ده زمان ان هو كان طالع ديلر بيتعرف على واحده بيخليها تشرب مخدرات، كان فيلم غريب كده، وبقى ما اعتقد برضه تصنيفه بلس 18. قلت لكم احمد الفيشاوي كينج الافلام الفاشله، يعني هتلاقي كل الاعلام بيقول عليه موهوب موهوب موهوب. ماشي موهوب، بس انت ما بتشوفش الموهبه دي بتاعته في الافلام.
وعامل 5، 6 أفلام مثلًا بطولة آخر كام سنة، كلّهم ما فيش فيلم عدّى ال2.000.000 جنيه، حتى القصة بتاعته يا عم قُل الإيرادات على جنب، إن الإيرادات زي ما بنقول كل مرّة مش كل حاجة، ممكن يبقى فيلم جايب إيرادات ضعيفة، بس لمّا ينزل التلفزيون الناس تحبه، كل الأفلام بتاعته ضعيفة، سواء كانت من القصة أو من التمثيل أو من الإيرادات، والفيلم ده جاب 200.000 جنيه، وكان من إنتاج تيمور الأعصر، وده ما عملش حاجة غير الفيلم ده، برضه ده تقريبًا عمل الفيلم ده وفلِّس بعديها واختفى. والفيلم اللي في المركز التالت معانا هو فيلم قهوة بورصة مصر، وده نزل سنة 2019. وقهوة بورصة مصر ده فيه ممثلين كتير أوي، يعني الفيلم ده بطولة حسن حسني وصلاح عبد الله ومحمد لطفي وأحمد صيام وصبري فواز وتيخة. تيخة ده بسم الله ما شاء الله عليه تقريبًا لو فيلم ناجح ما بيمضيش العقد بتاعه، والفيلم كمان فيه ريكو وعلاء مرسي ومروة عبد المنعم وإيناس النجار. والفيلم ده بالنسبة لي يُصنَّف من الأفلام الزحمة اللي إحنا كنا متكلمين عليها قبل كده، اللي هي كانت في الأغلب بتبقى إخراج سامح عبد العزيز، وأغلب النوعية دي من الأفلام بتبقى ضعيفة فنيًا وبتسقط في شباك التذاكر. بُص أي فيلم هتلاقيه فيه ممثلين كتير أو الفيلم زحمة أوي والبوستر تحس إن هو مرصوص كمية ممثلين كتيرة أوي، أو إن الفيلم يبقى فيه 3 ممثلين أو 4 ممثلين بس، اتطمن واتأكد إن الفيلم ده هيبقى وحش. هو تقريبًا الفيلم الوحيد اللي اتعمل بالستايل ده وكان حلو كان فيلم ساعة ونُص، مع إنه فيلم تقطيع شرايين، بس كان كل واحد واخد قصته مضبوط. لكن هتلاقي الأفلام دي زي مثلًا فيلم ليلة العيد بتاع يسرا اللي هو كان ثورة النساء، فيه قصص كتير والفيلم هتلاقيه 70 دقيقة. طب أنت هتلحق تحكي 15 قصة أو 15 حدوتة في 70 دقيقة إزاي؟ ده في أفلام بتبقى أفلام رومانسية وأفلام أكشن بتبقى فوق الساعتين أو 120 دقيقة، عشان النوعية دي بتبقى عايزة شغل تقيل أوي من حيث الكتابة والسيناريو والإخراج. لو ال3 دول اتكروتوا كأنهم فيلم عيد بتاع السبكي، الفيلم هيفشل. والفيلم ده جاب 197.000 جنيه. والفيلم اللي في المركز التاني معانا هو فيلم دفع رباعي، والفيلم ده من البوستر بتاعه هتحس إن هو فيلم كده مش متكلف فلوس كتير، وده بطولة أحمد ومحسن منصور وميسرة وإيناس النجار، وتقريبًا اللي على البوستر ده معاهم أحمد عزمي. والفيلم ده جاب 140.000 جنيه. والفيلم ده من إنتاج عماد شحاتة، ده مكتوب على الcinema.com لكن مكتوب على البوستر اللي هي شركة الإخوة للإنتاج الفني أو اتحاد الإخوة جروب، وده ما عملش غير فيلم واحد بس ده كان مدير إنتاج لأفلام كتير، منهم فيلم الدنيا مقلوبة اللي هو كان إنتاج منتج نسيت اسمه دلوقتي لسه متكلمين عليه. وأنت هتلاقي دايمًا في مديرين إنتاج ومنتجين اللي هم بيعملوا أفلام ما بتجيبش إيرادات قريبين من بعض، هتلاقيهم بيشتغلوا مع بعض كتير. يعني مثلًا هتلاقي في منتج بيعمل أفلام كتيرة فشلت في شباك التذاكر، عمل كولاب مع منتج تاني بيعمل نفس الأفلام، يعني ما بيجيبوش حد يعلّي التاني. وخلاص داخلين على الفيلم اللي في المركز الأول معانا، وأغلب الأفلام على فكرة تقريبًا اللي كانت معانا النهارده ما كانتش أفلام كوميدي، يعني تقريبًا ال4 أجزاء أو ال3 أجزاء اللي إحنا اتكلمنا عليهم قبل كده في الأفلام دي، كانت أغلبها أفلام كوميدي، لكن في الفيديو ده هو بس 2 أو 3 أفلام كوميدي والباقي كله أكشن أو دراما. والفيلم اللي في المركز الأول معانا هو فيلم سكر برّه، ده نزل سنة 2017 وده بطولة إسلام جمال وخالد عليش وإسراء مرات حمدي المرهني وإبرام سمير وحامد بتوع مسرح مصر. وخلاص أنت عرفت إن خلاص تيخة، خالد عليش، ثروت، الناس دي كلها مش هتجتمع في أفلام ناجحة. والفيلم ده جاب 40.000 جنيه، والله حلو على اللمة دي، حلو عليهم 40.000 جنيه، إن هو الفيلم ده لو حزق ما كانش هيجيب أكتر من كده. وده كان من إنتاج خالد أبو زيد، والمنتج ده برضه ما عملش حاجة تاني، خلاص أنتج الفيلم ده وفلِّس بعديها. المنتجين اللي كانوا معانا النهارده هم خلاص عملوا فيلم واحد وحرّموا إن هم إيه مش هينتجوا تاني. المنتجين اللي كانوا معانا في الفيديو اللي فات أو في الجزء اللي قبل ده هو كانوا أقل منتج عمل 8 أفلام فاشلة مثلًا، لكن دول هو فيلم واحد، فيلمين خلاص بقوا على الحديدة، ما حدش فكّر ينتج تاني. والسلسلة دي أنا باحاول أضيّق الشروط بتاعتها، إن أنا باحاول أجيب الأفلام اللي أقل من 1.000.000 جنيه واللي نزلت في آخر مثلًا 8، 9 سنين، مع إن أنت معاك لحد 5، 6.000.000 يعتبر الأفلام دي فشلت في شباك التذاكر أو يا دوب جابت مصاريفها بالعافية. بس أنا حسيت إن إحنا لو عملنا كده هيبقى عندنا كمية حصيلة أفلام أضعاف الأفلام دي. يعني إحنا قُلنا مثلًا السلسلة دي ممكن تبقى 100 فيلم في آخر 8، 9 سنين، لو الأفلام لحد جابت إيرادات 5.000.000 أو 4.000.000 ممكن نخش في 200 فيلم مثلًا، يعني أكتر من نُص الأفلام اللي بتنزل في السنة بتبقى أفلام ساقطة. أفلام منهم قليل أوي اللي بتبقى القصة بتاعتها حلوة وهُم مثلًا اتظلموا في التوزيع الأفلام في السينمات أو إن هو اتظلم نزل مع نجم كبير، غير كده 70% أو 80% من الأفلام اللي فشلت دي هي أفلام وحشة فعلًا. وبس كده يكون الفيديو خلص، عايزك تنزل تكتب تحت في التعليقات شُفت كام فيلم من ال10 أفلام دول. أنا شُفت فيلمين، فيلم سامح حسين الرجل الأخضر، وشُفت فيلم خارج الخدمة بتاع أحمد الفيشاوي. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو أنت لسه ما اشتركتش.